بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر احمد. يلا كده يا اهلاويه، عاوزين نوصل ل1000 مشترك. طبعا شفنا ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. الاهلي طبعا ما جاش الماتش خالص. كان معرفش من الكابتن عماد النحاس امبارح ولعب نفس التشكيل كل حاجه، بس هو بس اكرم توفيق مكان محمد هاني. لكن امبارح الاهلي مش عارف يباصي، مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف يهاجم. ما عملناش هجمه طول الماتش خالص. الماتش كله ما فيهوش غير الكورتين، الجول الاولاني بتاع اشرف بن شرقي والانقاذ العالمي اللي عمله ياسر ابراهيم في اخر الماتش، كان ممكن ينكد علينا كلنا. ده كان كويس، الحمد لله ياسر كان فايق، كان مركز لاخر دقيقه وغطى مكان الشناوي، طلع كوره مع الخط الجول. مفيش حاجه تانية حد ممكن يتكلم فيها. الاهلي امبارح ما كانش موجود. الاهلي امبارح ما جاش الماتش. طول كده احسن مننا بكتير بصراحه، يعني عندهم لعبه كويسه، عندهم لعبه بتاع كوره، كلهم بتوع كوره بصراحه. سواء بوبو ولا ولا اسلام ولا زلاكا، في كتير أوي بصراحة يعني، عشان مننساش حد. هما اللعيبة كلهم كويسين بتوع كورة بصراحة، بيعرفوا يباصوا يعرفوا يعني، وكمان معاهم مدرب كويس جدا الكابتن علي ماهر طبعا، عامل معاهم شغل كبير جدا ومجهود كبير جدا. فالأهلي امبارح خذلنا امبارح للأسف. أنا حسيت امبارح إن الكورة رجعت تاني مسك الأهلي، نفس الأسلوب نفس الطريقة، متعرفش بقى جهاد لعيبة. خوف من التعادل أو الهزيمة. بس مش الأهلي اللي يخاف يا كابتن عماد ولا اللعيبة. يعني احنا امبارح امام ما كانش موجود خالص، ما حدش كان موجود. هو مش بس غير في كرة الجون. بعد ما جبنا الجون ما فيش هجمة الاهلي واحد يفتكرها، ما فيش. يعني حتى ما فيش حاجة خلاص شوطة على الجون مثلا الجون طلعها. ما فيش جملة اتلعبت زي الماتشات اللي فاتت، لا بالعكس احنا كنا لعب عشوائي. يعني هو الاهلي كان بيدافع، ما اعرفش بيدافع ليه. المشكلة كمان انت بتدافع في نص، يعني في اخر حتة في ملعبك كده، انت دافع من قدام شوية بحيث ان انت ايه توسع الملعب. لا انت مضيق الملعب على الشناوي وعلى الدفاع. نفس اللي حصل مع صندوق بالظبط، كان ممكن يخش في الجون في اخر لحظه والماتش يضيع منك والنقطتين يضيعوا منك. ف ف الحمد لله. لكن كابتن عماد النحاس في مشكله في ناحيه الشمال. كوكا بصراحه مؤثر فيه قوي، مش بتحتته بس يعني اكيد في حد احسن من كوكا. يعني انت يعني لاعب بقى علي ماهر، سوري علي معلول. مكان كوكا بصراحه الحته دي يعني ما شوارع خالص يعني. يعني في ماتش المصري يكون جه من ناحيته بن شرقي. فلازم نشوف حل في موضوع الشمال ده يا كابتن عماد. انا حتى لعب لنا حتى عمر كمال عبد الواحد، فين عمر كمال عبد الواحد مش موجود ليه؟ مش خلاص مش كابتن عماد ما رجع. فين عمر الساعي برضه مش شفناهوش. والزني مع احترامي كابتن عماد النحاس طبعا، ليه عمرو السولية لعب 90 دقيقة كلها؟ يعني مش فاهم انا ليه، يعني ايه الميزة ان عمرو السولية، مع احترامي كابتن عمرو السولية طبعا لاعب كبير وكل حاجة، بس ليه يلعب 90 دقيقة يعني؟ وعشان خرج الماتشين اللي فاتت متضايق فلازم بدل دول الماتش ده 90 دقيقة؟ انت فكت في الدقيقة 60 كان طلع عماد، كان طلع عمرو السولية ونزلت مثلا قفشة ونزلت أحمد رضا. انت منزل لي قفشة في الدقيقة 45 95 يا كابتن عماد ازاي يعني؟ وعم التغادة كلها في الدقيقة 78 متأخر أوي يا كابتن عماد. امبارح اللعيبة كلها مش واقفة على رجلها، محدش فيهم كان واقف على رجله خالص امبارح بصراحة يعني. يعني برضه المفروض تريح وسام برضه شوية وتلعب جلد شهر شوية. يعني وسام برضه تحس امبارح هو مجهود مش قادر يجري، فاهم؟ وعمرو الساعة كان المفروض يطلع من بدري، وأكرم توفيق كان المفروض يطلع برضه. تنزل مكانه. لا بصراحة ممكن ما كانش معاك امبارح، كنت نازل مكانه أي حد من حتة اليمين. يعني أكرم برضه ما كانش حلو امبارح، ولا اللي حلو كان امبارح بصراحة العش وياسر إبراهيم بصراحة. والشناوي برضه شايل كام كورة برضه حلوة. فيعني في مشاكل كتيرة في الأهلي في الماتش اللي امبارح ده بصراحة، مكانتش ظاهرة في الماتشات اللي فاتت. لكن احنا لما بنلعب فريق مع كورة وبيعرف يلعب كورة كويس، يعني زي ما حصل مع باتو جيت برضه، عرف يلعب كورة دخل فيه الجونين اتعادلت، فاهم؟ فانت في مشكلة عندك يعني. طب ليه انت متهاجمتش امبارح يعني؟ مع ان امبارح سيراميكا كانت فاتحة الماتش يعني، فما كانتش قافلين يعني. انت لو بصيت كانت في هجمة كانت هتلاقي مدافعين سيراميكا عندنا في نص ملعبنا، اللي هو نبيل مش عارف ايه كده، مش فاكر اسمه والله، والتاني بتاعنا ده بيكم، فاهم؟ فانت يعني هاجم. انت مش عارف ليه انت كاشش امبارح كابتن عماد؟ يعني مش فاهم كنت خايف من ايه امبارح؟ مش فاهم. انت بتلعب نفس التشكيل بتاعك، مفيش حد جديد، مفيش حد ما غيرتش الخطة، هي نفس الخطة نفس كل حاجة.
احنا كنا محتاجين امبارح نهاجم كابتن عماد ما ندافعش. الحمد لله الماتش عدى. افكر في الماتش من سبت، ماتش البنك الاهلي ده ماتش برضه صعب جدا. كابتن طارق مصطفى بيعرف يلعب مع الفرق الكبيره، لكن ان شاء الله احنا عندنا ثقه في اللعيبه وثقه في كابتن عماد النحاس، وان شاء الله جمهورنا هيرجع بقى ان شاء الله الماتش الجاي عشان يأذر اللعيبه ويحمسهم اكتر واكتر. فده كان كل حاجه امبارح على الماتش. مفيش حاجه نتكلم فيها، مفيش فنيات، مفيش حاجه خالص. هو الكوره بتاعت ياسر ابراهيم دي انا هسيبها في الفيديو بتاعي على طول، يعني دي كوره الدوري ان شاء الله باذن الله. يعني لو خد الدوري يبقى تبقى بفضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وفضل ياسر ابراهيم بالكوره اللي هو طلعها دي امبارح. هو حط جون، انت بتتكلم في دقيقه حاجه و90 يعني فاهم، خلاص الماتش كان خلص يعني فاهم. وبعد المشكله بعدها على طول جت هجمه حسين الشحات وقفشه الاثنين، يعني اتنين على واحد وما عرفوش يعني حسين الشحات ما عرفش يتصرف فيها وضيعها على الاهلي يعني فاهم. في مشكله في الاهلي. فنشوف بقى المدرب الجديد لما يجي هيعرف يحل المشكله دي ولا برضه خايف وبيدافع. انا ما بحبش الاهلي يدافع بصراحه، انا ما بحبش في الاهلي بيدافع خالص بصراحه. انا الاهلي لما بيدافع بتضايق بصراحه، بحس ان احنا ما عندناش لعيبه. عندنا لعيبه كويسه وعندنا لعيبه بتاع كوره وعندنا لعيبه بتاع تعرف تهاجم وعندنا لعيبه بتاع تعمل كل حاجه يعني انت مش فاهم المدرب اللي بيجي يمسك الاهلي بيبقى خايف ليه يعني فاهم. انت ما تهاجم يا عم، انت حتى لو لعبت وقدر الله اتغلبت وتعادلت بس ما لعبت. لكن انت امبارح تتعادل مع سيراميكا مثلا في الدقيقه بتاع كوره ياسر ابراهيم دي وانت ما لعبتش، هتبقى وحشه يعني فاهم. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الماتش خلص على كده. دي حاجة تانية طبعا بنهنئ رجالة النادي الأهلي اليد. امبارح فازوا على الترجي في اليد. ماتش كان حلو جدا أنا شفته. ماتش الأهلي يعني من أول دقيقة لآخر دقيقة الأهلي هو متصدر ومتقدم وبيلعبوا كرة سريعة وكرة حلوة بصراحة. وكده الزمالك اللي هيخش معانا كأس عالم، يلا يا عم الزمالك عملنا فيك خدمة اهو. هتخش معانا كأس عالم الأندية اللي جاي، هتلعب في القاهرة. فانت كده كده الأهلي داخل اللي هو بطل السوبر، والزمالك عشان احنا هننظم بطولة فهو الزمالك هو اللي هينظمها. فيلا مصلحة عم الزمالك، خدمة منك وعلى الله بس تشرفنا في البطولة وما تفضحناش زي كل مرة ومتفضح اللعيبة. فامبارح يعني فرحنا بقى بعد الماتش بتاع الأهلي وسيراميكا في اليد. فرحنا امبارح بصراحة، امبارح لما فاز على الترجي. فده كان كل حاجة. طبعا مستنيين المدرب الجديد يوصل، المفروض هيوصل النهاردة الفجر المفروض يعني. فهنشوف هيمضي معانا ولا ايه اللي هيحصل. بس انا بصراحة مش عارف هو كويس ولا وحش، هنشوفه. بس هي مشكلة، بس احنا هنشوف كاس عالم الأندية. ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. كنا محتاجين مدرب اقوى شويه، شخصيه ويكون اسم برضه عشان اللعيبه تحترمه واللعيبه تخاف منه. فهنشوف اللي هيحصل ان شاء الله في الايام اللي جايه. احنا كده كده معاكم في اي جديد عندكم عليه. وفي برضه رامي ربيعه، انا سمعت راح بيراميدز خلاص. مع السلامه يا رامي. مضى بيراميدز خلاص. انا دي معلومه ممكن تكون 60-70%. مع السلامة يا رامي، انت اللي اخترت. ما انت عملت معانا مجهود كبير الفترة اللي فاتت وانت ابن النادي، فانت شايف ان انت بيراميدز احسن لك، فخلاص روح مع رمضان صبحي وشريف اكرامي ومع طموح يعني. وهي تروح بصراحه يا رامي. بصراحه انت في اخر فتره اللي فاتت دي ما كنتش كويس بصراحه. فده كل حاجه النهارده. فهنتقابل تاني ان شاء الله لو في جديد في مستجدات هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. يا اهلاويه يا اهلاويه، فعلوا الجرس وكفوا كنا ودنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.